اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. بص يا صديقي، انا مش هطول عليك، انا هقول لك في السريع ايه الاوراق اللي اتطلبت مني عشان اتجوز اجنبيه. والفيديو ده انا عملته عشان ناس كتير جدا سالتني على الانستجرام وهنا في الكومنتات على اليوتيوب ايه الاوراق اللي انت احتاجتها عشان تتجوز من اجنبيه. تعالى اقول لكم ايه الاوراق اللي انت محتاجها عشان تتجوز اجنبيه. طبعا لما قررت اتجوز مراتي لقيت مقالات وفيديوهات كتير على اليوتيوب وعلى جوجل بيتكلموا عن الموضوع ده، ودايما كان بيبقى في حاجه ناقصه، وكنت دايما ببقى خايف ان مراتي تيجي مصر ومعاها ورق ناقص وتضطر ترجع تاني. فالنهارده هقول لك كل اللي انت محتاجه باثباتات الورق كمان وايه اللي حصل معايا وتجربتي الشخصيه. تعالوا بقى نخش في الموضوع على طول، وانا هقسم الفيديو لخمس حاجات، وكل حاجه هقولها النهارده هتبقى موجوده قدامكم على الشاشه، تقدر تاخد سكرين شوت لاي حاجه انت محتاجها. اول حاجه ايه الحاجات اللي تمنعك انك تتجوز اجنبيه. تاني حاجه ايه الاوراق اللي انت محتاج تجيبها. تالت حاجه ايه الاوراق اللي المفروض مراتك او زوجتك المستقبليه المفروض تجيبها وهي جايه من بلدها. رابع حاجه ايه هي اجراءات الزواج في مصر. وخامس حاجه ايه هي اجراءات ما بعد الزواج في مصر. تعالوا بقى نشرح ايه هي اول حاجه تمنعك من جواز الاجنبيه في مصر. اول حاجه معانا وهي ان تكون مراتك ملحده او ملهاش ديانه. في مصر او القانون المصري بيمنع جواز اي حد ملوش ديانه، لازم تكون ليك ديانه من الثلاثه سواء مسلم او مسيحي او يهودي، وهقول لك بعد شويه تقدر تجيب الورق اللي يثبت ده من فين. تاني حاجه معانا النهارده انها ما تكونش تحت السن، يعني ما يكونش سنها اقل من 18 سنه او يكون الفرق السن ما بينك وما بينها اكتر من 25 سنه. تالت حاجه لازم تكون مراتك او زوجتك المستقبليه متواجده بنفسها، عشان في ناس سالتني ان هي ممكن تعمل توكيل لمحامي وهو يكتب عقد الجواز. ده ممنوع، ولازم لما بتكتبوا عقد الجواز لازم يكون انت وهي موجودين حتى لو عامل توكيل لمحامي. لو الثلاث شروط دول عندك تمام تقدر تجهز الورق وتبدا في اجراءات الجواز. تاني حاجه معانا النهارده ايه الاوراق اللي انت محتاج تطلعها. اول حاجه هي بطاقه شخصيه ساريه. تاني حاجه قطع عائلي بيثبت انك سنجل وده بتطلعه من السجل المدني. تالت حاجه شهاده صحيه ودي بتطلعها مع مراتك وهشرح لك النقطه دي بعد شويه. تالت حاجه معانا النهارده ايه هي الاوراق اللي الشخص الاجنبي المفروض يجيبها وهو جاي من بلده. اول حاجه الحاله الاجتماعيه، الورقه دي الشخص الاجنبي بيجيبها عشان يثبت فيها ان هو اعزب، ولو الشخص الاجنبي ده كان متجوز يجيب ورقه بيثبت فيها ان هو تم عمليه الطلاق، ودي بيجيبها من البلديه عنده في بلده زي السجل المدني عندنا في مصر كده. تاني حاجه ورقه اثبات ديانه وده بيجيبها الشخص الاجنبي من الكنيسه التابع ليها. تالت حاجه ورقه شهاده ميلاد واثبات عنوان، وبياخد الثلاث ورقات دول ويطلع على المحكمه يختمهم، وبعد كده بيطلع على السفاره المصريه في البلد اللي هو فيها عشان ياخد ختم النسر عشان الورق ده يعتمدوه في مصر. وبكده تكون الخطوه الثانيه خلصت، بس في ملحوظه بسيطه خدوا بالكم منها. في دول في اوروبا مش بيختموا الورق الديني عشان هم معتقدين ان الدين ده حاجه ما بينك وما بين ربنا، فلما مراتك المستقبليه تيجي مصر ومعاها الورقه دي وهي مش موثقه عشان بلدها مش بتوثق الورق الديني، فبالنسبه للحكومه المصريه الشخص ده ملحد والجواز ما بيتمش. فالحل الوحيد للمشكله دي بعد تدوير كتير جدا وهو ان الشخص ده يروح الازهر ويأسلم، واي حد يقول لك حاجه غير كده ده اي كلام. نيجي بقى الرابع حاجه معانا النهارده وهي اجراءات الجواز. اول ما الشخص الاجنبي ده بيجي مصر بتروحوا انتوا الاثنين بالثلاث ورقات اللي هم مختومين من السفاره المصريه في بلده، وبتروحوا على سفارته هو في مصر وبتديهم الثلاث ورقات دول عشان يديك ورقه مهمه جدا وهي ورقه عدم الممانعه من الجواز في مصر. والورقه دي بيكون فيها كل بيانات الزوج او الزوجه الاجنبيه اللي بيحتاجوها في وزاره العدل، والورقه دي مهمه جدا ولازم تكون باللغه العربيه. وفي نفس اليوم بتطلع على الجوازات في العباسيه وبتاخد فيزا اسمها فيزا اقامه على الباسبور، والفيزا دي بتاخدها في ساعتها وانت واقف. تالت حاجه بتروح مستشفى حكومي او مكتب صحه قريب منك عشان تعمل الشهاده الصحيه ليك ولمراتك، وهم مش بيكشفوا عليك ولا على مراتك، هو بس انت بتدفع الرسوم الموجوده وبتمضي انت ومراتك، وبعد كده بتاخد الشهاده الصحيه مختومه بختم النسر. رابع حاجه لازم يكون معاك 5 صور 4 في 6 حديثه، ولو مش معاك تقدر تصورهم في اقرب استوديو قريب ليك. والحاجات اللي انا قلتها دي كلها بتخلص في يوم او يومين بالكتير. بعد كده بتطلع على وزاره العدل في القاهره في وسط البلد في ميدان لزغلي الدور الرابع مكتب زواج الاجانب، وده المكان الوحيد في مصر لزواج الاجانب. ولازم يكون معاك 2 شهود بالغين يعني سنهم اكبر من 21 سنة عشان يشهدوا على العقد، ويكون معاك مترجم لو قدرت. لو ما قدرتش يبقى عادي، بيبقى موجود في المكتب هناك مترجمين، وانا عن نفسي عن تجربة شخصية انا ما كانش معايا مترجم وانا بتجوز مراتي. لكن لو مراتك مش بتتكلم انجليش يفضل يبقى معاك مترجم عشان مش بيتكلموا كل اللغات هناك. تالت حاجة صور كل الاوراق اللي انا قلتها لك دي صورة احتياطية زيادة عشان ممكن تحتاجها برضك تبقى في الامان. وبعد كده وانت في المكتب فوق بتخش اوضتين. اول اوضه شخص بيسال مراتك هي عايزه مؤخر قد ايه، ومش هيفرق حتى لو كتب الجنيه
وبيسالها شويه اسئله ان هي متجوزه الجوازه دي بكامل ارادتها والكلام الروتيني ده. وبعد كده بتطلع من الاوضه دي تخش على الاوضه اللي بعدها، والاوضه دي بيكون فيها شخص قاعد بكمبيوتر بيكتب لك عقد الجواز، وبعد كده بيديك ورقه بتروح تدفع في الخزنه، وعما بترجع بيكون هو خلص لك عقد الجواز. والاتنين الشهود في اللحظه دي بيمضوا على عقد الجواز، وبيعمل لك 5 نسخ، هم بياخدوا نسختين وبيدوك 3 نسخ، وكده يكون تم الجواز بكل سهوله. وصدقني لو مشيت على الخطوات زي ما قلت لك مش هتحتاج لمحامي ومش هتحتاج لاي شخص يظبط لك ورقك. نيجي بقى الخامس حاجه معانا النهارده، وايه هي اجراءات ما بعد الجواز. في نفس اليوم اللي انت خلصت فيه عقد الجواز بتاخد عقود الجواز دي وتطلع على الشهر العقاري موجود في محطه اسعاف قبل محطه رمسيس في القاهره جنب نقابه المحامين، تاخد ختم على ورقه الجواز عشان يتوثق، وبعد كده بتطلع على اقرب خارجيه قريبه ليك عشان تصدق على الورق، عشان الورق ده يقدر بعد كده يروح السفاره. وبكده الحمد لله تمت على خير والف مبروك ليكم. والخطوه اللي بعدها انك بتاخد الورقه ده وبتطلع على سفاره مراتك تديهم الورق ده عشان يتوثق في بلدها انها اتجوزت. وبعد كده قدامك حلين عشان تسال على الفيزا. اول حاجه فيزا لم الشمل، ودي بتبقى اطول شويه وبتاخد فرنجي حوالي 3 شهور، ودي انا كنت شارحها في فيديو اسهل 3 طرق تسافر بيهم اوروبا، وهحط لكم لينك الفيديو تحت الفيديو ده. وتاني حاجه انك بتسال على فيزا سياحه مش فيزا لم الشمل، ودي بتبقى اسرع شويه وبتاخد فرنج حوالي شهر، وانا اعرف ناس اصحابي عملوها. وبعد ما بتوصل البلد الاوروبيه دي بتغير من هناك فيزا السياحه دي لفيزا لم الشمل، بس اجراءاتك بتبقى اكتر شويه لما توصل اوروبا. وبرضك القرار ده كويس لو مش عايز تصبر 3 شهور بتوع فيزا لم الشمل. والوقت اللي انا قلته ده بيختلف من سفاره لسفاره، بس بيبقى طبعا ليك الاولويه عشان مراتك او زوجك موجود في البلد الاوروبيه هناك. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. لو عايز تعرف اي معلومه عن اجراءات الجواز او اي معلومه بشكل عام عن هولندا هنا تقدر تبعت لي على الانستجرام، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. ولو الفيديو عجبك بص على الفيديوهات اللي انا عاملها عن هولندا، اعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل اي حاجه تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم لذيذ، سلام.